السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الشوق، عساكم بخير إن شاء الله، ربي يوفقكم. طبعا صار لي فترة ما منزل ولا فيديو بالنسبة بالقناة. فاليوم إن شاء الله راح يكون موضوعنا عن أهم النقاط اللي راح أذكرها حاليا بهذا الفيديو، إنه الطالب لازم يلتزم بيها، وإنه لازم تكون بدايته صحيحة للدراسة. اليوم تقريبا 27/11، ما بقى تقريبا شهر ونص لامتحانات نصف السنة، ومن تخلص امتحانات نصف السنة انت خلصت عندك السنة وجت امتحانات الوزاري. فالأهم شيء انك تلتزم بدراستك، تلتزم بتحاضيرك اليومية. هاي أهم شيء تحاضير اليومية وامتحانات الفصلية. طبعا هاي النقاط اللي راح أذكرها حاليا بهذا الفيديو حاول تلتزم بيها، لأنه جدا مفيدة لك. صح هسه راح تقول إنه الطالب ما يصير يشدد على نفسه، وإنه وقت امتحان أو وقت دراسة سنة كاملة، بس هي سنة وتتعوض باقي الأيام. كنا مرينا بهاي الظروف، كنا مرينا بظروف صعبة وعدت على خير، فأنتوا لازم همين تمرون بهاي الظروف، وتكون أجواكم بين زينة وبين ما زينة. ويعني أنتوا راح تكون الأفضل هسه حاليا أنتوا قاعد تداومون بالمدارس وترجعون تاخذون محاضرات، بس إحنا كنا قبل ما ناخذ لا دروس ولا شي بالمدارس، فقط بالبيت ودراسة يوتيوب فقط. فأهم النقاط، أول نقطة إنه لا تخلي الدروس اللي أخذتهم بدون مراجعة. هذه أهم نقطة بالموضوع، إنه إذا أخذت موضوع ودرسته بالكامل، بعد ما درست الموضوع نهائيا لا تترك هذا الموضوع. يعني تبقى حتى إذا أخذت مثلا موضوع جديد، قبل ما تبدأ بالموضوع الجديد حاول تراجع القديم مدة 3 أيام تكرر هذه الحالة. كل ما تاخذ جديد راجع القديم. أنت إذا تكرر هذه الحالة دائما راح يكون المعلومة تثبت عندك بالنسبة للموضوع القديم، وكل ما تمشي على هاي الروتين بالاستمرار راح الفصل يصير عندك سهل. لما تخلص الفصل انت بداية الفصل الى نهايته راح تكون جدا سهلة عليك. بوقت الامتحان، وقت المراجعة، وقت المراجعة الامتحان نصف السنة، وقت مراجعة النهائية، هاي كلها راح تكون مفيدة بوقت هذا حاليا، اللي يكون انت بمراجعة قصيرة. النقطة الثانية انه لا تخلي درس انه يمر عليك بدون دراسة، يعني تتركه نهائيا تتركه. يعني موضوع مثلا عبر المدرس فانت ما لحقت بيه تدرسه، انت همين راح تتركه؟ لا بالعكس، انت اقراه. حتى لو المدرس سبقك بموضوع انت لازم تقراه، لان ما راح تعوف هذا الموضوع الوراء راح همين تعوفه. وكذلك راح يصير عندك ملل ويصير عندك مماطلة وتشعر دائما بالتوتر وما تعرف شو تسوي. فالأفضل إنه تاخذ المواضيع بالتسلسل حتى لا تشدد على نفسك. النقطة الثالثة إنه لا تترك فصل بدون امتحان شامل، حتى إذا تعرف إنه أنت مضبطه أو لا. يعني أنت مثلا خلصت الفصل الأول أنت شلون تعرف إنه هذا الفصل أنت مضبطه مضبط المواضيع، وإنه تقدر وقادر على حل أي سؤال؟ إنه تمتحن امتحانات، يعني حد سواء بالمدرسة أو على النت، يعني عن طريق بوتات التليجرام. اكو بوتات خاصة بالأسئلة فصلية وشهرية ويومية وشاملة، تقدر تمتحن نفسك بهاي الأسئلة. اكو أكثر من نموذج من الأسئلة. وبالفيديو إن شاء الله ثاني راح أذكر لكم فيديو خاص بأهم البوتات بالتليجرام تقدرون تستخدمون هذه الشغلات. يعني أهم شيء اختبر نفسك. بدون اختبار ما راح تنجح، يعني ما راح تنجح انه تأكد من نفسك إذا انت ضابط الفصل ام لا. عندك النقطة الرابعة، لا تعرف موضوع إذا ما تكون فاهم وحافظه بالكامل. هاي تونا قبل شوية ذكرنا إنه ما تعبر الموضوع إذا ما تفهم وتحفظه بالكامل. من عرفت الموضوع جزء من الموضوع، إذا عرفت منه أنت راح يعني الدماغ ينطي عازلك إنه ما فاهم الموضوع بالكامل. فالأفضل إنه تكمل الموضوع بالكامل بعدين تنتقل اللي بعده. يعني هسه مثلا أخذت بالفصل الأول بداية
الأفصل مثلا نقول قاعدة مال هيس، قوانين هيس، خذت كم موضوع، يعني خذت كم مثال وافتهمت جزء من الموضوع. يعني هذا الجزء من الموضوع أنت يعني بين فهمت بين ما فهمت. فالأفضل إنه تتقن الموضوع بعدين تعبر. من عرفت الموضوع جزء منه ما فاهمه وجزء فاهمه، هنا راح تكون عندك إشكالات، إنه يصير عندك شعور إنك الموضوع كله ما فاهمه. بس كمل الموضوع، وهنا تقدر أنت بهالحالة تطمن إنه أنت فاهم الموضوع وتقدر تعبر على الجديد باطمئنان. هاي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والأهم إنه لا تهمل صحتك وتنسى تاكل. يعني هسه أنت أكو من الطلاب إنه مخلي نفسه إنه ما ياكل فترة مثل وقت فترة الغداء، ودائما يتأخر عن وجباته الغذائية. هاي يصير عنده جفاف ويصير عنده يعني يجوز يتمرض. فالأفضل منك إنه تلتزم بالأكل الصحي مالتك ولا تهمل. لا تهمل، يعني يوم مجرد من 5 إلى 10 دقائق إذا تاكل وقت غداء أو وقت عشاء أو وقت ريوق ما راح تأثر عليك نهائيا. النقطة السادسة الأهم دائما ابتعد عن أصدقاء السوء. الساعة يجي طلاب يقولون إنه اللي أصادقهم كذلك نفس حالتي وأنا همنا يشعرون بي وهم يشعرون وأنا أشعر بيهم. لا بالعكس، إنه أنت إذا شفت أصدقاء دائما يحفزونك على القراءة والاستمرار بالدراسة، هذا كن مع صديق. مو بس الصديق وقت الدراسة، لا بالعكس، دائما صديق يكون. بس أنا مقصد الكلام إنه الصديق اللي دائما يقول لك علش تدرس، ماكو تعين، راح تاخذ الشهادة وتقعد، راح يا معود عش تعبان، وهاي سوالف صح. هاي راح تأثر بالشخص. إذا ما الطالب يوعى نفسه إنه يفكر ويمشي باستمرارية، راح يعني شلون يكون دائما يبتعد عن الدراسة. راح تصير الدراسة عنده موضوع صعب، راح يكون يصيبه الملل والتوتر والمماطلة عن الدرس. بس من دائما يشوف طالب يعطيك تحفيز ويقول لك هذا مستقبلك، هذا انت راح تكون بالنتيجة حلوة وباكر شهادتك وكل شيء، يعني هذا الشيء راح يعطيك حافز انه تدرس وتستمر بدراستك. فالافضل انه تبتعد عن اصدقاء السوء. النقطة السابعة انه لا تتوتر وتخاف بالامتحان. مثلا اليوم باكر عندك امتحان فصل اول فصل ثاني مثل رياضيات، انت دارس الموضوع، ليش من تروح للامتحان يصيبك التوتر والخوف والقلق انه انا ما راح اجاوب، انه راح يجيب اسئله صعبه مدرسنا، راح يجيب اسئله ثرائيه، راح يجيب سؤال خارجي، راح يجيب سؤال بفكره. ليش تخلي هذا الاشياء دائما تدور بعقلك؟ دائما من انت درست الموضوع وعرفت نفسك انه دارس الموضوع وبتقان، روح للامتحان باطمئنان. حتى لو جاك سؤال ما افتهمته يعني ما درست عنه كفكرة، عادي حل باقي الأسئلة، والسؤال اللي جاك كفكرة افتهمه بعد الامتحان. ترى مو شرط انه وقت الامتحانات الشهرية او امتحانات هذا تاخذ 100%. يعني 100، يعني اكو مدرسين يجيبون أسئلة فكرية حتى أنا انه الطالب يصيبه الخوف حتى يرجع يدرس المادة زين. مو اكو مدرس يجيب لك الأسئلة نصا من الكتاب ولا فندي ياخذ 100% ويقول والله أنا مسيطر على المادة وباكر يروح ويهمل دراسته. لا، اكو مدرسين يعرفون طريقهم انه يلتزمون بهذا الامر، دائما يجيبون بين أسئلة حد النجاح، بعدين أسئلة اللي يقدر بين وسط وبين جيد جدا، وأسئلة امتياز. إنه راح يميز بين هذول الطلاب اللي يخافوا، يعني يجيبون أسئلة بين صعبة وبين سهلة. يعني أكو أسئلة مثلا سؤالين سهلات بها درجة النجاح، سؤال بفكرة وسؤال خارجي. هذا من الأسئلة اللي يجيبها المدرس حتى إنه مثلا الطالب حد 50 أو حد 60 ياخذ، حتى من يرجع للفصل يراجعه ويضبط بعد أكثر، لأنه يقول أنا بالامتحان الشهري وفصل واحد أخذت كذا درجة، ليش بالباكر بالوزاري وكتاب شامل شو راح أخذ درجة كاملة؟ فيرجع الطالب نفس الشيء راح يرجع يدرس المادة وبالتكرار. أما إذا جاء مدرس وجاب لك أسئلة نصا من الكتاب وامتحنك بهن وانت هنا جيت أخذت درجة كاملة،
فراح تصير عندك يقول هذا الفصل أنا ضابطه 100% وأخذت بيه امتحان بالامتحان 100 وراح أعوفه أبدي بالجديد. فأنت لازم تكون واعي بالنسبة لهذا الأمر. ترى إنه الامتحانات الشهرية صح تجيب أسئلة صعبة، بس يعني هي تقوية لك. وبس بالوزاري ما يجيبون إنه أسئلة خارجية، يجيبون كأسئلة قريبة للمنهج، مثل الأسئلة 2020 2021 2022 شفتوها، يعني هاي النمط مالت الأسئلة الوزارية. هذه المواضيع اللي ردت أذكرها لكم بالفيديو، وإن شاء الله باقي الفيديوهات اللي راح أنزلها راح تستفادون منها. وأرجو منكم الاشتراك بالقناة ولايك الفيديو والمشاركة لأصدقائكم، وأي شيء تحتاجون اذكروا بالتعليقات حتى الفيديو الجاي نذكره بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.